تعالوا اسمعوا يا زملكاويه، تعالوا اسمعوا الكلام اللي قلته من 9 شهور، اللي انتوا كنتوا بتقولوا على الواحد مش عارف حاجه يا زملكاويه. بعد احترامي لكم اسمعوا ابو يوسف الاهلاوي قال ايه. ممدوح عباس، ممدوح عباس اللي طلعتوا كلكم بقالكم كام سنه بتشتموه هو اللي واقف جنبكم النهارده. ممدوح عباس اللي انا ما اعرفوش، ممدوح عباس اللي عمري ما اتكلمت عنه ولا مره، وهسمعها لكم وما اتكلمتش عليه تاني. الراجل المحترم، الراجل اللي اتهزق من قناه الزمالك، اللي قناه الزمالك ولاعيبه الزمالك والقدامى كلهم هزقوه، دلوقتي كلهم بيقولوا بيه ايه معانا ومش محترم. والوحيد اللي قال حرام عليه اللي بيتعمل فيه في مصر ابو يوسف الاهلاوي من غير ما اعرفه. قلت عشان انا اهلاوي محترم وكل الاهلاويه محترمين، الشعار ده اصلا ما بيجيبش الا محترمين ومؤدبين وقلوب صافيه، مش قلوب سودة، مش قلوب جحده. هسمعكم دلوقتي. انا قلت عن ممدوح عباس اللي حل ازمه زيزو والموظفين دلوقتي حالا ومش مسؤول في الزمالك عشان الزملكاويه وش فقر. اقسم بالله جمهور الزمالك وش فقر، ما عرفوش ممدوح عباس دوت. اقسم بالله لو كان في نادي الزمالك كان خلى نادي الزمالك دوت في حاجه تانية، كان خلى نادي الزمالك ده احسن النوادي. لكن يمين الله انتوا خسرتوا الراجل ده ومحدش واقف جنبكم الا ممدوح عباس. قلت لكم واسمعوا وهسمعكم دلوقتي يا زملكاويه يا وش فقر. انا قلت يا عم ممدوح عباس عشان بس تصدقوا وكله متصور. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم. وريهم بقى بس اللينك كمان اهو من قد ايه. اتكلم عليه ولا مش عارف اوريه. شفته ولا اتعاملت معاه ولا جبت خبر عنه ولا اي حاجه ولا اتكلمت عنه خالص. عايز اتكلم عن رئيس نادي الزمالك السابق. اسمعوا ممدوح عباس من 9 شهور اهو في نفس التيشيرت اهو. في الاهلاوي اهو اسمعوا. انا راجل حقاني اهو. عايز اتكلم حاجه بقى ما خانقاني اللي بتكلم فيها بالادب وبالاحترام. يا كل زملكاوي في مصر اهو الراجل ممدوح عباس دوت محدش يفتكر له حاجه. لا ده زملكاويه واحده يطلع يشكر عليها. لا يا كل لعيبه الزمالك اللي لعبوا في عقد ممدوح عباس ده محدش شكره في مره. لا كانوا خايفين من مرتضى جبنة من كام سنه. ممدوح عباس وعياله بعد احترامي لاي مخلوق في الدنيا ما حدش قال الكلام ده للعبد لله. مش اللي هم ليل ونهار بيتقال عليهم كلام جامد نفسي يردوا عن نفسهم. الوحيد اللي قال الكلام ده في حق الراجل المحترم عشان اهلاوي محترم. بس عيب من الزملكاويه. اسمعوا محترمه عيب. عيب والله. عيب ده الواحد مهما كان يطلع واحد في التلفزيون يقول على الكابتن صالح وعلى الكابتن حسن حمدي اللي احنا عاصرناهم. انا ما عاصرتش الكابتن صالح بس عاصرت المحترم الكابتن حسن حمدي، يطلع يقول عليه لفظ في التلفزيون بالله مش هنام. اسمعوا لكن ده رئيس ناديكم. لا ما عندهمش دم وكميه اللي بيحصل له كتير محدش دافع عنه خالص باعوه. شوف كم واحد كل يوم قاعدين بيغلطوا فيه اهو. انت بتستقل اما كل يوم حفله بتتعمل. حفله ده مسرحيه هو عياله كل يوم شتيمه. ليه كده؟ ليه زملكاويه كده؟ لا والله انا صح. يا عم افتكروا له حاجه. لا مفيش، ما عندهمش دم. مفيش لعيب راح له حل له مشكله. لا مفيش دلوقتي بيحل لهم دلوقتي. الزمالك كان عنده مشكله ايام الراجل ده هو حلها له. مفيش الكلام ده. يطلع يدافع عنه. لا مش هتلاقي، كانوا خايفين كلهم جبنه ما يعرفوش العيب والله يا ابو يوسف. اللي كان شغال معاهم حد يفتكر له حاجه. لا ما عندهمش دم. يفتكر له مشكله حلها له، يفتكر له يروح له في اي حاجه فرح ولا هديه ولا اي حاجه. لا 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 دول بياكلوا وينكروا ولا حاجه ولا عمل له اي حاجه. لا 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 يا جماعه مش الكوره مش كده والناس مش كده. الكوره خلاص بقى انسوا الكوره عشان هم مش هيخلوها كوره السنه دي. مش هيخلوها. ومش قال لكم كده. اما اتكلمت عن الراجل المحترم ممدوح عباس ده اتكلمت بما يرضي الله من ابو يوسف الاهلاوي يمين الله. ممدوح عباس اقسم بالله راجل محترم وراجل عارف ربنا وراجل اقسم بالله مش مستني حاجه من حد. عينه شبعانه، عينه شبعانه. ليه؟ مش مستني حاجه من مخلوق. ولاعيبه الزمالك القدامى هم السبب في اللي بيحصل زي جمهوره عشان ما شكروش ممدوح عباس ده. هم مش وش خير، كانوا وش ظلم، كانوا وش قله ادب، كانوا كل يوم بيسبوا الناس.
الحمد لله الواحد طلع كلامه اتحقق، والف شكر لربنا اللي انا قلته على ممدوح عباس الراجل المحترم اللي اقسم بالله عمري ما شفته، وعارف اللي عمري ما هشوفه، وعارف اللي عمره حد ما هيوصل لي صوته ولا ربنا. بتمنى اللي الاستاذ ممدوح عباس ياخد حقه من جمهور الزمالك، مش عايز حاجه من حد، انا اللي انا عايزه صوت الحق هو اللي يوصل، والراجل المحترم ده ياخد حقه، ياخد حق شتمته هو وعياله. ممدوح عباس ما كانش يستاهل من جمهور الزمالك ولا لعيبه الزمالك القدامى ولا الحاليين اللي بيحصل. السلام عليكم يا احسن ناس.